أصعب القناصين اللي كانوا ند أبو تحسين قناصة تلقب أم أحمد في بيجي، قاطع بيجي. أم أحمد قناصة محترفة يعني، إضافة إلى ذلك هي مرشدة حسب ما سمعنا من المنادات اللي موجودة من أجهزتهم، كانت الأجهزة مخترقة. هاي أم أحمد بيني وبينها مناورة وقت تقريبا بالساعة تقريبا، هي تطلق عليها طلقة وأنا أطلق عليها طلقة، تنطيني من جسمها شيء فارغ حتى لو لحم فارغ سنتيمين فقط، توقف ورا جدار باب مثلا حايط كذا تنطيني سنتيمين ما ممكن أحقق بهن هدف على بعد 200-250 متر، سنتيمين بسيطات ممكن تنجرح ما تأثر عليها. فهي طلقت عليها 7 إطلاقات وأنا طلقت عليها 7 إطلاقات. أكو أسلوب عندنا بالقناصين القدامى ما نسميه صيد الكسلان، هذا دخلنا عليه دورة، فقلت خلي استعمل هذا الأسلوب، استعملت هذا الأسلوب. وقفت بالجهة اليمنى، كان جدار حائط، ورا الحائط غرفة شباكها على الجدار على أرض العدو، وبعدين الهول، بعدين المطبخ. وقفت من الجهة اليمنى، حست بها طلقت عليها إطلاق. سويت روحي شنو؟ انقتلت، زحفت للصفحة الأخرى، بعد بدل ما من اليمين صرت في الجهة اليسرى. بقت تدور حصل لها أنه أنا انقتلت من الشمال، دورت إلى أن ظهرت على كامل جسمها، فطلقت عليها طاقتين وأثبتتها بمكانها. صارت منادات عليها من قبل الدواعش، المنادات على أم أحمد، جيبوا جثة أم أحمد، قالوا لا ما نقدر نجيبها. جاء واحد حطيته فوقها، جاء الثاني حطيته فوقها، فعندما وبقتها أمام أنظار سرية الشهادة 3 أشخاص لكونهم ما وصلوا جثة أم أحمد.